لا حسم داخل الإطار التنسيقي وتأجيل اختيار رئيس الوزراء إلى يوم الأربعاء. الإطار التنسيقي اجتمع ببيت سيد عمار الحكيم حتى يحسمون موضوع رئيس الوزراء، وشهد الاجتماع طرح اسمين كمرشحين: باسم البدري وإحسان العوادي. باسم البدري المدعو من السيد المالكي حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوت. إحسان العوادي القريب من محمد الشاعر السوداني حصل على 5 أصوات فقط. البدري كان يحتاج 8 أصوات فقط حتى يحسمها، بس ما وصل للعدد المطلوب، وبسبب عدم الاتفاق داخل الإطار تم تأجيل الحسم إلى يوم الأربعاء. قيادات الإطار وصفوا الاجتماع بأنه إيجابي، والنقاشات كانت مسؤولة وصريحة، وأكو تفاؤل داخل الإطار أنه يوم الأربعاء راح يشهد اتفاق نهائي على المرشح. وانت شنو تتوقع منو راح يكون الأقرب لرئاسة الوزراء؟ اكتب لي بالتعليقات.